بلاش فوط الاطفال ومقطقيط وكتاكيت، وبلاش وزويز. وبلاش اللي عليها خرز، وبلاش كمان القطيفه. وبالنسبه للسجاد طبعا نفس الكلام، بعد ما نجيب كل حاجه عشان نحدد المقاس، مثلا الانتريه محطوط كده، نحدد المساحه اللي في النص اللي احنا محتاجينها، ونحدد كمان حسب اللون اللي احنا هنجيبه. لكن مش في عرض بقى تصفيات اخر السنه نجري نجيب السجادتين وعليهم سجاده هديه، مش لعب هو. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير كتير، واللايك هيفرق معايا في الفيديو جدا. بلاش تجيبي لبس شتوي كتير. كتري في اللبس الصيفي عشان الصيفي هيفرق معاكي جدا، بتستخدميه كتير. وكمان نوعي في ستايل البيجامات الصيفي. بلاش مفروشات كتير وتبقى عادات على الفاضي. الافضل تكون خامه كويسه وحاجه تعيش معاكي، وستايل كمان يكون حلو جدا، وكتري من الحاجات الساده. بلاش 100 طقم حله. ممكن نجيب طقمين او 3 تكون جودتهم كويسه وحاجه تعيش معانا العمر كله. بلاش جواكت جلد كتير، ولو عايزه تجيبيها هاتيها قبلها بمده صغيره بس. نجيب ووتر بروف او جوخ او جينز مثلا مبطن، هيكون افضل وهيعيش معاكي مده اطول. بلاش تجيبي شنط جلد كتير. عموما هاتي كام شنطه اللي هي الالوانات الاساسيه بس. بلاش تجيبي لبسك مقاسك بالظبط اول الجواز. كتري من الحاجات الاوفر سايز عشان خاطر بعد كده جسمك هيتغير، وكمان هيحصل معاكي حاجات كتير، ممكن تبقي مخنوقه اصلا مش طايقه تلبسي حاجه ضيقه، وهينفعك كمان وانتي حامل وبعد كده مع الاطفال. يعني نحاول اللبس يعيش معانا مده اطول ونجيب جوده احسن، ونكتر من الحاجات القطن، بلاش الحاجات اللي فيها بوليستر. بلاش لبسك كله يبقى ترنجات بس. هاتي ضمن لبسك، هاتي عبايات وهاتي ستايلات كتير ينفع تقعدي بيها قدام حد، خصوصا لو انتي ساكنه في بيت عيله. بلاش فوط الاطفال ومقطقيط وكتاكيت، وبلاش وزويز. وبلاش اللي عليها خرز، وبلاش كمان القطيفه. الافضل الفوطه تكون قطن وتكون كمان جودته كويس، ولو انتوا حابين عليها اشكال يبقى بالخيط بلاش بالخرز عشان ما تعورناش في وشنا ارجوك. بلاش الوانات الملايات تبقى كلها قريبه من بعضها، حتى لو انت بتفضلي لون معين ما يبقاش الدولاب كله نفس اللون ده. خلي كل ملايه لون، وكل ملايه كمان يبقى ستايل مختلف، لان في ناس بتمسك كده في موديل وتروح جايبه منه 6 بكل الوانه. فلا، هاتي كل ملايه ستايل، وكمان نوعي ما بين البراند وما بين كمان اللي في بس خياطه. مش معنى ان انت تنوعي في الالوان ان انت تجيبي الوانات فوسفوريك بقى وكده ما تفرقعيش. وتشتي عن الاوضه، لا. يعني خلينا في الالوان المتعارف عليها، وفي نفس الوقت كمان تكون لايقه على الاوضه. الموضوع ده مهم جدا. يعني لو انت عامله ظهر السرير كابوتونيه او اي حاجه، تعملي حاجه تكون ماشيه، او الالوان كلها في نفس اللاين اللي ماشي بتاع الاوضه، تبقيش انت عامله الاوضه كلها لون وملاقيت لون تاني. بلاش مفرش صباحيه للاطفال، وبلاش مفرش الصباحيه بتاع العروسه يبقى مبهرج قوي. طبعا اتفقنا الاطفال مش هنجيب لهم بتاع السرير الكبير، هنجيبه عامل زي الكوفرتا او حاجه تكون عمليه. بلاش يبقى فيه ستان وورده طالعه من النص وعامله كده، لا خلينا حاجه عمليه عشان نقدر نستخدمها كتير. بلاش اي طرح تعجبك والسلام وانت بتشتري الطرح. بعد ما تجيبي اللبس هتجمعيه وتكتبي كده الالوان اللي انت عايزاها، وتنزلي تجيبيها لايقه على اللبس بتاعك، واللي لازم تاخديه معاكي في شنطه كده، وخدي الطقم معاكي. بلاش تشتري السجاد والستاير قبل العفش. الافضل تكوني اشتريتي العفش وحطيتيه، وكمان تاخدي المقاسات بعد ما تحطي العفش، عشان لو هتعملي ستاير قصيره لطول كنبه او لطول سرير، يفضل بعدها في النهايه خالص ونكتب الالوان والمقاسات، وتاخدي مقاس كل شباك لوحده. وبالنسبه للسجاد طبعا نفس الكلام، بعد ما نجيب كل حاجه عشان نحدد المقاس، مثلا الانتريه محطوط كده، نحدد المساحه اللي في النص اللي احنا محتاجينها، ونحدد كمان حسب اللون اللي احنا هنجيبه. لكن مش في عرض بقى تصفيات اخر السنه نجري نجيب السجادتين وعليهم سجاده هديه، مش لعب هو. بلاش سجاد فاتح، وبلاش ركنه او انتريه فاتح اصلا. يفضل في الحاجات دي لا الفاتح ولا الغامق، يفضل الالوان المعقوله، والالوان اللي بتستحمل زي الجراي زي البيج زي الجملي. الالوان لا تكون فاتحه قوي، حتى اللون اللي انت عايزاه مثلا نبيتي ما يكونش اللون الكاتم قوي ولا اللون الفاتح قوي واحمر وردي. الالوان المعقوله دايما هي اللي بتستحمل احسن من الغامق ومن الفاتح. بلاش سيراميك غامق زي حالتي. السيراميك الفاتح قمر قمر قمر، فاتح وبيوسع ويكون لامع، هيفرق معاكي جدا في المساحه. وكمان لو جبتي الارضيه غامقه لازم تفتحي شويه في السجاد، واحنا مش عايزين سجاد فاتح عشان هيتبهدل ويبقى زي الزفت. وبكده نكون خلصنا معاكم الفيديو. يا رب نكون افدناكم الفيديو ده، واستنونا في فيديو جديد وحلقه جديده في نوم مع هبه. عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك، واكتبوا لنا كمان تحت في الكومنتات عجبكم ولا لا. فولو الصفحه. يلا باي. باي.